أقوى ماتش في تاريخ المنتخب الجزائري ما كانش واحد ينساه. دزاير كوت ديفوار كوب دافريك 2010. علاش أقوى ماتش؟ دزاير قبل الماتش هذا ماركاو هدف واحد طلعوا به لربع نهائي. خسرنا مع مالاوي 3-0. ربحنا مالي 1-0 ودرنا تعادل مع أنغولا 0-0. طلعنا بربع نقاط في المركز الثاني. طحنا مع كوت ديفوار هذاك الوقت كان عندها نجوم تاع الصح، دروغبا، يايا طوري، صامويل كالو. المهم ما كانش واحد يتوقع الجزائر تربح هذاك الماتش. يبدا الماتش في الدقيقة الرابعة، صامويل كالو يتيري من البعيد وتماركي ديفوار. الدقيقة الرابعة الهدف الأول. هنا جميع واحد كان متوقع نتيجة عارضة ديفوار والديماري الجرينتا الجزائرية. دقيقة 93 بوقرا يرمي كرة طويلة يخطفها مطمور ويتيري ويحط هدف التعادل. يخلص الشوط الأول 1-1. شوط في القمة. يبدا الشوط الثاني ديفوار قتلونا. هجمة مرختها مزية شوشي كان يجبد. تلاحق دقيقة 89 هجمة مرتدة لكوت ديفوار، 3 لاعبين ضد 2 مدافعين تاع الجزائر. تمريرة أرضية وترجع من الدفاع، تسديدة صاروخية والهدف الثاني حطالو في 90. نص الشعب الجزائري تما كسر تلفزيون والنص الآخر طفى تلفزيون. خلاص قاع قالوا ما فيهاش. دقيقة 92 نادر بالحاج يطلع بالبانو ويدير عرضية، والمهاجم تاعنا بوقرا كان مهاجم ومدافع في نفس الوقت، يطلع في السما ويحطها براسو في الشبكة. التم نص الشعب تاع كوت ديفوار حبس قلبهم ويبداو الأشواط الإضافية. دخل واحد الجوار اسمه بوعزة، يطلع ملهيه يخطفها له يبحروها تلحق عند زياني إذا مدلك عرضية عرف بنسبة 90% على راسك. وهذاك هو السراب، بوعزة لقاها طايبة والهدف الثالث. ربحناهم 3-2.